هذه المصائب العظيمة صائب الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، صائب الآل الكرام. كل مصيبة تمر شوف كل إمام يغسل يكفر يصلى عليه وشيء يدفن، لكن هاي المنزلة لم يحظى بها سيد الشهداء عليه السلام. ظل مرميا على الرمضاء 3 ملقا بلا غسل ولا كفن. قول الله يساعد يومك سيدي يا علي بن الحسين يا زين العابدين. بعد 3 أيام يأتي إلى جسد أبيه يرمي بنفسه عليه مقطعا عربا كلما حمل عظما سقط الآخر. أنزله إلى قبره تمدد معه طولا وطولا. يا حسين أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقا. لكن هاي المصائب كلها اللي تحملها زينب أم المصائب شريكة الحسين اللي قبل أيام عشنا ذكرى وفاتها ذكرى رحيلها. هاي المرأة اللي شاركت الحسين بكل شيء حتى في موتها في دار غربة. ماتوا أحبابي يحضرون، ماتوا أخوة يشيعون ينزلون إلى القبر. زينب في دار الغربة خلصت مرار أيامها معاه ويوم السبي وصيام المتون جاويا أهلها ما يحضرون. كل واحد يتمنى يقعدون عند راس أبناء إخوانه أبوه أمه يشاهدون له يودعونه يمسحون العرق عن جميله. لكن زينب ما حصلت باي يا خلصت مرار أيامها معاه أمضى بالسبي وصياط يبكون. يا كامرين أهلها ما يحضرون من المدينة لا يرجعون. يا زينب غريبة زينب كانت تتمنى في دار الغربة على فراش الموت. يا يحضرون تمنيت خواني يحضرون ويا تمنيت خواني يحضرون وبوقت موت ما يقصرون. ويا أودعهم ولي يودعون وإذا وقت المنية ما يلحقون بجنازة ملكا يشيعون. خويا يشيعون وبالقبر لو رادوا يدفنون بس كونهم ما راح ينسون من كربلاء ملك تربة يخلون. يا مولى تراب لحد من يهينون. زينب ايش عندك دهالة بالتراب يا بداي أريد أنهم ينزلون ترانم والرضا من عند المتون. بأبي التي ورثت مصائب أمها